اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أخوتي وأحبتي. أوصي جميع الأخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات، جميع الأحبة، عليكم بالالتزام بعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعة أوامره، لأن العبادة تعطي اطمئنانية للإنسان، تعطي السكينة للإنسان، تعطي الراحة النفسية للإنسان. عليك أن تعبد الله حق عبادته. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: من عبد الله خوفا من ناره هذه حياة العبيد أو عبادة العبيد، ومن عبده طمعا في جنته. اليوم الكثير يطمع في الجنة، فإنها عبادة التجار. احنا ما نريد نكون تجار مع الله، ولا نريد نكون عبيد من أجل مصالحنا، إنه بحيث إنه نخاف من عنده، نخاف من ناره. لا، لأن الله أرحم الراحمين، الله رؤوف رحيم، الله كريم. فمن عبد الله خوفا من ناره فإنها حياة العبيد، وإذا عبده طمعا في جنته فإنها حياة التجار، عبادة التجار، يعني يعطي شيء ويأخذ شيئا ثاني. فأمير المؤمنين يقول: عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكن عبدتك لأنك أهل للعبادة فعبدتك. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين، علي بن أبي طالب، روحي له الفداء.